هو نظام إن أنا أنقل مدرسين من محافظة لمحافظة تانية علشان يراقبوا في امتحانات الدبلومات والثانوية العامة لضمان الشفافية والنزاهة، ده نظام فاشل وأثبت فشله. لأن أنا كمدرس لو اتنقلت من اسكندرية ورحت البحيرة، بلاش رحت محافظة تانية ورحت البحيرة وراقبت على لجنة، هخاف من الأهالي. هتقول لي بقى مش لا، ده اللي بيحصل. هخاف من الأهالي بره، وهخاف إن هم يفتكوا بيا، وده حصل مع مدرسين كتير واتضربوا فعلا. فاللي هيغش في أي مجال، واللي هيغش في أي مكان. أنت بتنقلهم من مدارسهم لمدارس تانية، وبييجوا مدرسين مدارس تانية. عن اسكندرية مثلًا على سبيل المثال، محافظة كبيرة، لمّا تجيب مدرسين من العمرية، من أبو قير، من الدخيلة، هيبقى المدرسين متكعبلين، ما حدش يعرف حد. لكن إنك تنقل مدرسة من أسوان تراقب في كفر الدوار، ده أنت حسبتها إزاي يعني؟ ما واحدة ست في سن الأستاذة صفاء الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب، اللي اتعرضت لحادثة وماتت فيها وهي داخلة على كفر الدوار، جاية من أسوان تراقب في البحيرة في كفر الدوار، دبلوم. يعني ده منطق؟ أصل كان الرجالة اللي راحوا راقبوا في العمرية مثلًا صوروا الاستراحات اللي أنت هتنيّمهم فيها، حاطط لهم المراتب على تُخت، يعني مجمّع 3 تُخت وحاطط لهم عليها المرتبة. يعني أنت حتى ما عندكش استراحات آدمية إن الرجالة يباتوا فيها. طب الست دي هتبات فين؟ طب الست دي هتسيب بيتها وجوزها أسبوع وتبات فين؟ طب أنت ما عندكش رجالة ييجوا يتنقلوا؟ ده لو المنطق إن أنا أنقل حد يعني، مع إن أنا مش عارفها إزاي إن أنا أتنقل من أسوان أو أي محافظة إن كانت عشان أراقب في محافظة تانية. ما الكلام ده كان في الستينات بقى، إن الناس كانت معتقدة إن أنا آجي من محافظة تانية فما أعرفش حد هنا. لكن في الوقت الحالي خلاص الدنيا ما بقتش كده، والمدارس بقت كتير وبقت تنقل من كل حتة، وتعددت الأسباب والموت واحد، وربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. بس لازم التفكير العقيم ده يتغير، لازم نقل المدرسين من محافظة لمحافظة يتلغى، لأن ده نظام فاشل. ده لو أنتم بتفكروا بعقل، ده نظام فاشل. لكن إن أنت تدوس على المدرسين بالطريقة دي، وطالما بيقبض مرتب اشغله في الفاعل، وطالما بيقبض مرتب يروح يحفر قناه السويس، مفيش كده خلاص بقى. مش عايز تعينهم، مش مشيهم، لكن ما تقرفهمش القرف اللي انت بتعمله ده. ما تجيبش واحده من اسوان لكفر الدوار، يا راجل حرام عليك، اتقوا الله في الناس. يتوب علينا ربنا من اللي احنا فيه، وربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها يا رب.